ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ك- كل سنة وكل الأمة الإسلامية بخير، واللهم بلغنا رمضان. النهاردة نعمل مع بعض يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده الكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة، بدون أي زفارة، وسهلة وبسيطة وسريعة معاكي. اول حاجة كده احنا معانا الكبدة والقناصة غسلينها كويس ونقعينها بليمون ودقيق وملح، وبصوا زي ما انتوا شايفين كده. اهم شيء في الكبد والقوانص عشان ما تبقاش زفرة معانا تنظيفها، تنضفيها كويس قوي، وتفتحي كوز القلب بتاعها كده، القلب بتاعها كده تفتحيه وتنضفي عشان بيبقى فيه كتل دم، وتنضفيه كويس وتنقعيه. بعد كده زي ما انتوا شايفين كده هنقطع مع بعض بالمقص بالسكينة زي ما انت عايزة، او زي ما انت بتقطعي، بس هي بتبقى عايزة حاجة يعني سكينة او مقص حامية عشان لما تيجي تقصي ما تهريش معاكي الكبدة معاكي. هنا انا قطعت القناصة كلها والقلب. هنا معايا مية مغلية هنسقطها فيها. زي ما انتوا عارفين القناصة بتبقى بتاخد سوا عن الكبدة شوية. هنا بقى هنقطع الكبدة. بصوا بالمقص بتتقطع على طول، مقص حامي معانا وما بيهرهاش. زي ما انتوا شايفين كده نقطعها قطع كبيرة محملة شوية عشان خاطر هي بتخس شوية. يعني احنا كلنا عارفين ان الكبدة بتكش عن الطبيعة بتاعتها يعني. هنا معايا صينية واسعة كبدة. الكبدة بتبقى عايزة نار حامية عاملة زي الكبدة الجملي بالظبط، عشان ما تجيبش دمها وتبقى هتبان زفرتها معاكي على طول. هنا بصوا النار حامية تحت، وما تحطيش يعني قطعة كبدة على التانية خالص. بصوا انا بفرط في الصينية ازاي، زي ما انت شايفة كده. ما تحطيش قطعة على القطعة عشان تبقى واخدة نار عالية معاكي وتاخد الصدمة وما تجيبش دمها وتبقى زفرة معاكي. اللهم صل على النبي كده. زي ما انتوا شايفين هنفرد الكبدة كلها وما تقلبهاش الا لما لونها يغير معاكي. لو قلبت الكبدة قبل ما لونها يغير معاكي هتلاقيها اتهرت منك وهتجيب دمها برضو. بصي كده لونها غير، بصي قلبيها معاكي بالراحة كده عشان تعرفين ان الكبدة حساسة خالص معانا ايه. هنقلبها بقى على الوش التاني كده، بس اهم شيء النار تبقى عالية معاكي. هنا النار عالية خلاص معاكي، متخافيش عليها، ما جابتش دمها ولا حاجة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تستوي معانا بقى خلاص يعني اول ما هتاخد اللون هتقلبي بقى براحتك فيها، ما تخافيش عليها. انما قبل ما تاخد لون معاكي ما تقلبهاش خالص عشان ما تجيبش دمها معاكي. هنا بقى اول ما هتستوي هنروح حاطين القناصة تستوي تلات ارباع سوا. بص هنحطها عليها بقى. هنا القناصة هنصفيها كويس ونحطها على الكبدة. الكبدة خلاص اتشمعت، هي ما استوتش سوا كامل برضو. هنحط القناصة عليها. لازم نحط القناصة تستوي الأول عشان القناصة بتبقى بتاخد سوا كتير عن الكبدة، وعشان تبقى مستوية ما تبقاش ناشفة معاكي. هنشوح بقى مع بعضها كده كلها ونحط لها التوابل بتاعتنا بقى. هنا بس البخار بس هو اللي ايه مداري على التصوير، مش عارفين نصور. هنا بقى احط مكعب مرقة زي ما انتوا شايفين كده هفركه. حطي التوابل بقى اللي انت عايزاها، بس انا هنا فلفل اسمر، انا بحب احط لها فلفل اسمر، واحط لها رشة قرفة كده زي ما انتوا شايفين، حاجة بسيطة يعني على طرف المعلقة كده قرفة. هحط بابريكا، هحط بهارات فراخ. هنا بابريكا اهو وبهارات فراخ. دي البهارات دي ترجع لذوقك بقى يعني اللي انت حباه، بس البابريكا بتديها لون حلو عشان انا ما بحطلهاش طبعا قوطه. زي ما انتوا عارفين القوطه بتجيب لما بتتحط مع الفراخ، كبدة الفراخ بتبقى بتبان زفارتها زيادة عن اللازم. هنا انا حطيت اهوت البابريكا، وهحط توابل الفراخ معاكي ايه. التوابل دي بقى ترجع لراحتك وذوقك، بس التتبيله دي بتبقى جميله اوي في الكبد والقوانص، بتخليها حلوه وطعمها حلو. هنا بقى هنشوح معانا التوابل مع الكبده والقناصه كده زي ما انتوا شايفين كويس، عشان خاطر كل الكبده والقناصه تتغلب بتبقى متبله بالتوابل اللي احنا حطيناها زي ما انت شايفه كده. وبعد كده بقى هحط ايه بصل مفروم في الكبه. انت حابه
تحطي بصل شرايح ده حاجة ترجعلك، بس انا بحب البصل مفروم في الكبة معانا عشان بيكرمل وبيخلي طعمها حلو قوي. ان انا حطيت رشة ملح، وحطيت بقى احط البصل المفروم. البصل براحتك، هي ايه للكيلو بحط بصلة كبيرة. البصل بيخليها مسكرة او بتبقى حلوة. احنا هنشوح بقى ونوطي النار، هنشوحها شوية على نار عالية، وبعد كده هوطي النار عشان تكمل سوا براحتها. وهتلاقي البصل اتكرمل معاك وبيدي الكبد والقوانص طعم جميل. لو انت حابة تقطعيه شرايح دي حاجة ترجعلك برضو. هحط بقى هنا فص توم بسيط، ما بكترش يعني، فص توم صغير. واحط بقى فلفل اخضر، انت حابه برضو تحطي فلفل الوان دي حاجه براحتك، بس انا بستكفى بطعم التعسيله بتاعه البصل، بتخلي طعمها معسله وحلوه، لان البصل الكتير بيخلي الحاجه مسكره. واحط الفلفل الاخضر بقى، وخمس دقايق معاكي بعد الفلفل ما بيتحط خلاص، لان هي خلاص كده هي شبه استوت اصلا. بس احنا بندي الفلفل في الاخر يدي الريحه بقى والطعم الجميل بتاع الكبد والقوانص. ولا فيها ريحة زفارة ولا أي حاجة، لأن انتي نقعاه وغسلها كويس، ومنزلة كل الزفارة اللي فيها والقلب بتاعها فاتحة قلبه، ومنزلة الدم، كتل الدم اللي فيها ما بيبقاش فيها ريحة الزفارة خالص. هنا استوت معايا، وغرفيها بقى بالطريقة اللي تعجبك. هنا أنا غرفتها وقطعت جنبها زي ما انتوا شايفين كده فلفل ألوان، بيتاكل جنبها برضو بيبقى حلو وجميل. اتمنى طريقتي في الكبد والقوانص تعجبكم وتكون سهله وبسيطه. واللي اول مره يشوف قناتي يشترك لي في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.